السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اخواني يا احبابي، كل ما اسافر واطلع من بلادنا الغالية بلاد الحرمين واسافر الى خارج المملكة، يطلعون معنا بنات ناس محترمات محجبات عفيفات طاهرات، يطلعون معنا الطيارة. ولما نكون في الطائرة ونكون في الجو ونوصل لهذه البلدان يتبدل الحال، تنكشف الشعور وتروح العبايات ويخرج المستور. أنا بسأل سؤال، هذه المرأة اللي تسوي كذا، هل أنت تعبدين الله ولا تعبدين المجتمع اللي أنت عايشة فيه؟ هل أكبر هدف عندك رضا الله ولا رضا الناس؟ هل أنت أكبر شيء وأكثر شيء تخافين منه الناس ولا رب الناس سبحانه وتعالى؟ وبعدين أبغى أسأل، الرجال اللي سافر معاها أبوها ولا أخوها ولا زوجها، هذه أمانة في رقبتك، كيف تخون الأمانة؟ والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. مادام يمكن أبوها ويمكن أخوها ويمكن زوجها اللي سمح لها تتبرج، بل نعرف بعض الأزواج يجبر زوجته إنها تتبرج إذا خرجت خارج المملكة العربية السعودية. يمكن دول اللي يسووا كذا ممكن ما سمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. حكيناك عن هذا الحديث عشان سياحة وعشان تمشاية وعشان تغيير جو، تخون رعيتك وتخون أهلك وتخون أمانتك. ولا تسأل بعض الناس يقول لك: يا أخي الناس ايش يقولوا عنا، لابسة أسود في أسود ومتغطية والناس حينظروا لها. حبيبي، أنت ما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ما قال: من طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عز وجل عليه وأرضى الناس عليه، ومن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بقول الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. زوجتك هذه عرضك أهلك، انتبه، يجي في قلبك شيء من عدم الغيرة على هذا العرض. والله ما تكلمت إلا من حرقة وغبن وقهر. هذول بناتنا وهذول أخواتنا وهذه أعراضنا وهذا مجتمعنا، مو عشان سفرة ولا عشان الغرب ايش يقولوا وعشان أروح أتمشى أبيع ديني. ترى الدنيا كلها ما تساوي عند الله. ترى تكلمت من حرقة ومن حزن ومن غيظ في قلبي، لأن والله العظيم نحتاج أن نعظم الله سبحانه وتعالى، وهذا الزوج أن يتقي